مساء الخير او صباح الخير عليكم جميعا وقت ما تشوفوا الفيديو ده. لما اختي الكبيره ام منى حبيبه قلبي اوفه تيجي عندي فجاه، يبقى لازم اعمل لها الحلو كله. طبعا ما كانش في وقت اطبخ، طلبت دليفري وقلت للراجل عايزه احلى حاجه عندك. يلا بينا تعالوا نفتح نشوف جاب ايه. اول حاجه جابها لنا بصل. ايوه يا جماعه، دي احلى حاجه عنده. بصل جميل ازاي. وده فسيخ بقى، مش عايزه اقول لكم من اللي قلبكم يحبه. يا سلام، تحفه. جماعة هي دي أحلى حاجة بالنسبة لنا على فكرة، هي دي أحلى حاجة في الدنيا، ممكن إن حد يجيبها لنا هدية. دي آخر طموحاتنا، يعني بنموت فيه. وطبعا جبنا معاها رنجة علشان نعمل معانا سلطة رنجة. بصوا الرنجة جميلة ازاي. يلا نشوف هنعمل سلطة الرنجة ازاي. أول حاجة في طاسة على النار هننزل بشوية زيت بالشكل ده. وأول ما الزيت يسخن معانا هننزل عليه بمعلقة من الثوم. افضل بقى قلبي قلبي لحد ما يتشوح معاكي، يا دوبك يغير لونه كده، يعني ما يحمرش منك قوي، يطلع الريحة بتاعته كده ويدبل بس معاكي كده بالشكل ده. دلوقتي هننزل عليه بطماطم مكعبات متقطعة مكعبات صغيرة. شوحي شوحي فيها بقى كده لحد ما تدبل معاكي وتنزل العصارة بتاعتها وتبقى بالشكل ده. هننزل عليها بفلفل متقطع كده، ونفضل نشوح برضه كده مع بعض. وننزل عليها بالرنجة متقطعة مكعبات وخاليينها كده من الشوك اللي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده، هي دي سلطة الرنجة. نفضل نقلب بقى، نقلب بالشكل ده كده لحد يعني كله يتطعم مع بعضه كده، ونحس ان هي استوت مع بعض كده. طبعا في الوقت ده يا جماعة، لو انت جايبة الرنجة عدبة زي ما انا جايباها كده، هتضيفي ذرة ملح صغيرة صغيرة خالص يعني. لو انت جايبة الرنجة حادقة اصلا بطبيعتها، ما تحطيش ملح خالص. وطبعا هنعصر عليها ليمونة، معلش انا نسيت اصورها، الكاميرا ما كانتش بتصورها. عصرنا عليها ليمونة وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده طعمها تحفة. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي. يلا بقى نشوف الصينية بتاعتنا كده جاهزة بقى ان احنا نتغلغل وناكل في الفسيخ بقى يا جماعة. طبعا ما حدش يسألنا على المكرونة، المكرونة دي للأطفال الصغيرين، عشان يعني في أطفال فممكن ما ياكلوش الفسيخ يعني. فعملنا لهم شوية مكرونة كده على السريع، حبة وحبة وخلاص، خلصنا والأكل خلاص جاهز. بصوا بقى الفسيخ بتاعنا عامل ازاي، يا لهوي دايب تحفة. تعالوا كده اوريكم. بصوا، تحفة اقسم بالله، طعمه يجنن. دوقوا كده، افتحوا بقكم. افتح له كان. ودي سلطة الرنجة الجميلة، ملهاش حل والله يا جماعة، طعمها تحفة. وده طبعا ايه زي ما قلت له كده 30 40 رغيف. ويلا بينا ناكل ونقول بسم الله. تعالوا اتفضلوا معانا. والله يا جماعة الفسيخ دايب. بصوا، مش عارفة اكل بالعيش، طبعا هستخدم المعلقة طبعا، لان حاجة زي كده ما مش عايزة اقول لكم يا جماعة، المعلقة مش عشان انا مش عايزة اظفر ايدي، لا لا لا، المعلقة عشان اعرف اكل فسيخ لازم اجيب من القلب كده من تحت كده. دي منى بنت اختي حبيبة قلبي وروحي وعمري، بنت قلبي دي فرحانة زي الفسيخ، بتموت في الفسيخ زي خالتها. الف هنا يا منوش يا روحي، الف هنا يا روحي. هاتي هاتي هاتي. دي كانت بتاكلني يا جماعه. كانت بتقول لي طعم تحفه يا خالته. عسوله يا منوش. يلا بقى يا جماعه سيبكوا، تعالوا تفضلوا معانا احلى غدوه دي. ده بقى يا جماعه بعد ما احنا خلصنا خالص وقضينا على الحاجه، مش عايزه اقول لكم مش قادرين نقوم من مكاننا. بصوا العيال سابوا المكرونه وكلوا فسيخ. بصوا الثانيه. احنا جرناها. والله احلى اكله يا جماعه، احنا بنموت في الاكله دي، مش عايزه اقول لكم. طبعا بعد ما خلصنا ما قدرناش نشيل الاكل، قمنا قايمين عاملين الشاي على طول، الميه بتغلي الشاي بقى، قلنا نعمل شاي بالنعناع كده من الاخر. ده طبعا وانا بصب الشاي ضحكت عليهم، هم حطت لهم سكر من بتاع التموين وانا عملت السكر بتاعي الخاص. ايوه طبعا، ما هو مش رخيص ده. مش ببلاش ده. مش عايزه اقول لكم احنا في الوقت ده يا جماعه ما كناش قادرين نقوم حاطين نعناع، طبعا شاي بالنعناع ساعتها يظبط الدماغ من الاخر يعني. شويه شاي مظبوطين يعني، شربناهم ونمنا مكاننا.
طبعا بعد ما خلصنا وشربنا الشاي اتفضلوا معانا، وبعدين بقى حلينا وجبنا حلاوة غزل البنات، يعني كله على بعضه. ده بقى بالليل خالص كده طفينا الانوار وقعدنا جو هادي كده وجو رومانسي، احنا اصلا مش قادرين نقوم من مكاننا. هات يا منوش. منوش بنت اختي عماله تاكلني حبيبه قلبي مدلعاني روحي فيها دي. ودي مكه طبعا. العيال بعد ما خلصوا الحلاوه جايين على العلبه بتاعتي وكله عليها. حبيبتي يا منوش. انا خلاص مش قادره يا جماعه، اكل انا بقى علبتي. يا سلام، يلا عادي، رنجة على شاي على كله عادي، حلو على حادق، ما احنا ما بيفرقش معانا. لا وما سكتناش على كده، جبنا حلاوة من دي اللي انتوا شايفينها دي، لحلاوة الموز دي. تحفة، انا بحبها جدا. من كسلي وان انا مش قادرة قلت لها خدي يا منى افتحي الحلاوة. شوفوا منى بتحارب بتحارب يا حبيبتي عشان تفتح كيس الحلاوة، مش عارفة. وانا مش قادرة من كسلي. بقول لها هاتي واحدة. اي خلصت اديني واحدة. بصوا منوش دي حبيبة قلبي معايا في اي حاجة. ايوه هات يا منوش شكرا. بصوا انا بحبها جدا على فكره، فاكرينها زمان. في ناس بيقولوا عليها حلاوه ما فيش، واحنا بنقول عليها صابع الموز. وطبعا مروان صحي هيتخانقوا منا دلوقتي عشان الحلاوه.